القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في فضل التواضع قال أحد الحكماء: ينبغي لمن عظم قدره وامتثل نهيه وأمره وانتشر في الخافقين ذكره أن يكون للإعجاب مطرحا وعن الكبر منتبذا ومنتزحا. ومن كلام عروة بن الزبير: التواضع من مصايد الشرف، وكل نعمة محسود عليها إلا التواضع. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى يوما: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتموني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم، يقبض لي القبضة من التمر أو الزبيب. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما أردت على أن قصرت على نفسك؟ فقال: ويحك يا ابن عوف، خلوت بنفسي فقالت لي: أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدرها. حكى الشعبي قال: ركب زيد بن ثابت فدنا منه عبد الله بن عباس فأخذ بركابه فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخذها وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وكان عبد الله بن عمر إذا سافر مع قوم يحتطب لهم ويطبخ لهم ويستقي لهم ويؤذن لهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه خليفة مروان بن الحكم على المدينة يحتطب، ويأتي بالحزمة الحطب على ظهره يشق بها السوق ويقول: جاء الأمير، جاء الأمير، حتى يعلم الناس به فينصرفون إليه في حوائجهم. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خير مثال للتواضع. كان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، وكان يخسف النعل ويحلب الشاة ويركب الحمار ردفا ويرقع الثوب ويطحن مع الخادم إذا أعيت ويأكل معها ويحمل بضاعته من السوق ويسلم مبتدئا ويصافح الغني والفقير ويخالط أصحابه ويحادثهم ويمازحهم ويلاعب صبيانهم ويجلسهم في حجره. وما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. وقال: لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا ترفعوني فوق قدري فتقولون في ما قالت النصارى في المسيح: إن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. فما أعظمك وما أروعك وما أشرفك وما أعلاك يا رسول الله. شرف صرفت أماني الآمال عن بلوغ مداه، وتقطعت دونه أيدي الطمع فلا تصل إلى علاه.
وغدا نلتقي في بستان الحكمة.